والعافية عليك. صباح الخير ست غادة. صباح الخير. صباح الخير والعافية عليك كابتن، نورتنا. نور بيكم كابتن، بداية يعني حابة أنه تحدثني عن بدايتك أو مسيرتك بالشطرنج وكيف طورت من نفسك بحيث وصلت إلى مدرب منتخب فئات عمرية. شكرا جزيلا. طبعا بدايتي اكيد من الطفوله، يعني انا اول مشاركه لي بطوله رسميه سنه 89. حلو. الفضل للاخوي المهندس صباح نور، يعني هو يعتبر معلمي ومدربي الاول. اكيد الشطرنج يعني مجرد بعض الاشخاص يعتقدون انه تعلم الحركات انه تكون لاعب جيد، لا الشطرنج مو هيك. دائما انا ذاكرها سابقا باكثر من لقاء، الشطرنج علم يعتمد على الدراسه والتدريب. فانا الحمد لله بعد ما اخي شويه ابتعد عن تدريبي او الاستمرار مع ظرف العمل والامور الاخرى، فبديت انا بقراءه الكتب والتدريب. الحمد لله انا يعني لو تحسبين العمر الشطرنجي تقريبا 35 سنه، انا بين مشاركه وبطولات، مشاركه وتدريب، لحد ما وصلت مرحله صار اول شيء بديت بالتدريب تدريب عائلي، يعني قمت ادرب اولاد اخي. فهاي اللي خلتني المرحله انتقلت من كوني لاعب الى كوني مدرب، فانا هسه معتبر نفسي مدرب كاكثر من كوني لاعب. حلو. الحمد لله. طيب يعني هي لعبه الشطرنج ممكن تعتمد لها دراسه معينه، لو هي تعتمد ممكن على قوه التركيز يعني وقوه الذهن. اكيد هي معروف على الشطرنج لعبه الاذكياء. نعم. يعني ما يصير نمدح نفسنا، بس هي فعلا اذا لازم الانسان عنده فد اي كيو معين. نعم. بس صراحة الموهبة العالية ويجي إنسان موهبة بسيطة، هذا يجتهد أبو الموهبة البسيطة وأبو الموهبة العالية يبقى يعتمد بس على الموهبة واللعب، هذا يسبقه. يعني خلينا نقول هذا عنده 90% هذا 70%، فالدراسة والتدريب أنا أشوفها هي المؤثرة أكثر بتطور اللاعب. بالفعل يعني اليوم كابتن أنت ذكرت نقاط جدا مهمة اللي هي فقط مو رياضة الشطرنج أو لعبة الشطرنج، هي يحتاج إلى دراسة وبحث وذكاء وغير هذه الأمور وتركيز وقوة. ممكن هذه أساسيات رياضة الشطرنج أو لعبة الشطرنج، لكن احنا نريد نعرف شو هي أساسيات هذه الرياضة أو اللعبة بالنسبة للفئات العمرية وبالنسبة لحتى الكبار، تختلف لو نفس الأساسيات؟ يعني كنظام بطولات او كتدريب؟ كنظام بطولات او حتى ممكن تدريب. اي لا مثلا نبدي بالتدريب، اكيد انا من ادرب فئات عمريه راح نعتمد على الاساسيات. نعم. يعني ما معقول يجينا طفل عمره 8 سنين ادربه مثل شخص عمره 20 سنه، فاكيد هنا نعتمد يعني على الاساسيات، نعتمد على المفاهيم البسيطه وشوي شوي نتدرج. اما من يجيني شخص هو انسان بالغ حتى لو مبتدئ، ممكن ابدي وياه بدروس شوي اعمق باعتبار العقل مالته ناضج اكثر من الطفل. اما نظام البطولات لا متشابه، بس الفرق انه من نقول بطوله دون ال20 راح يشارك بها 20 سنه لحد 10 سنين او حتى 5 سنين. طيب. بطوله ال 14 سنه 14 فما دون، فمجرد النظام انه يختلف العمر. اما البطولات البالغين يسموها الاوبن يعني مفتوحه. نعم. فممكن الاطفال يشاركون بها، ممكن النساء يشاركون بها. هاي متشابهه بالنظام، بس مثل ما نرجع نقول انه العمر هو اللي يحدد، الفئات العمريه تحكم العمر. جيد. طيب كابتن، يعني خلينا نتحدث على المستويات، انه انت شلون تقيم المستويات للعبه الشطرنج للفئات العمريه كعراق يعني مقارنه بالدول العربيه والاسيويه؟ بالمستوى العربي العراق منافس جيد. حلو. يعني عندنا اكثر من بطوله، احنا كمعدل ناخذ مجموعه ميداليات ملونه بين ذهب وفضه، صراحه بس مصر متفوقه علينا في بعض الاحيان، نوبات اكو بطولات لا ما نحقق هذا الشيء، بس العراق جيد على المستوى العربي. يعني مثلا عندنا مصر، تونس، مغرب، في بعض الاحيان الامارات، هذين الدول تنتج لاعبين جيدين. التوب مالتهم مصر صراحه، بس العراق منافس في العرب. اسيا الكثير من يعرف اسيا ترى هي القاره، شلون بالكره القدم عندنا من نقول اوروبا نقول كره القدم اوروبا وامريكا الجنوبيه. اسيا حاليا هي مسيطره على الشطرنج كقاره، فاحنا صراحه منافستنا صعبه باسيا، لان احنا البطوله اللي راحت مال كاس العالم البطل العالم والمنافس له اثنيناتهم اسيويين، واحد هندي وواحد صيني. نعم. فسابقا كان الاتحاد السوفيتي وبعدين الروس والامريكان والاوروبيين، هسه لا حاليا اسيا مسيطره سيطره تامه على الشطرنج. كابتن احنا يعني نريد نتعرف انت شلون مسيطر على الفئات العمريه او الصغار بالسن؟ انت تعرف اطفالنا او بعض الاطفال بالسنوات الاخيره وبالفتره الاخيره حتى هاي التركيز الذهني ما عندهم، انت تعرف ملتهين او مشغولين في مواقع التواصل الاجتماعي، الايبادات من الصبح لليل وغير هذه الامور، وجدا يزعجني بصراحه هذا الامر. يعني خسرنا هواي رياضيين بالضبط، يعني خسرنا هواي من الاطفال بسبب هذه الامور، فريد اعرف شلون تركز او شلون تسيطر على تركيزهم الذهني وتساعدهم اكثر، بالاضافه الى دعم الاهل وياك.
اكيد طبعا. يعني انا احكي على مستوى العراق. نعم. اكثر لاعبين الشطرنج يعني هو لولا دعم العائله ما يكون لاعب شطرنج. طيب. يعني مو مثل كره القدم، في بعض الاحيان كره القدم باعتبار هي الرياضه الشعبيه الاولى، الطفل من واحد يتوجه شاف لاعبين عالميين يعني يحلم يصير مشابه لهم. نعم. الشطرنج طبعا لولا دعم العائله اكيد ما يصير. نعم. نرجع نقول دائما لاعب الشطرنج حتى لو هو طفل بتميز، يعني الهدوء بالضبط. عنده الذكاء نوعا ما اعلى. نعم. عنده طموح، ولا مثل ما قلتي انت ذكرتي ملاحظه كلش حلوه، احنا هذا الجيل بسبب التكنولوجيا فقدنا مو بس الشطرنج، هو مجال يعني رياضيات، وحتى بالضبط. بالمجال العلمي تلقي هو مو يعني اعتذر اقول هو مو غبي بس هو شارد ذهنه، فاحنا شلون نسيطر عليهم؟ صراحه هو قلت لك هو عنده موهبه او عنده ميزه انه عقله اكبر من عمره. جي. فلذلك احنا نتعامل وياهم. انا حتى نبات انشر بعض الفيديوهات، ادرب بعض الاطفال فاستخدم مصطلحات كبيره يقولون خطيه، هذول ما يستوعبون هذا الكلام. لا احنا نعرف انه يعني ما شاء الله يجيك عمره 12 سنه 10 سنين بس هو يمكن امكانيته العقليه ممكن يستوعب الكلام مال 16 و18 سنه. فالميزه هو يجيك هو موهوب او هو حاب هاي اللعبه فنقدر نسيطر عليها. طيب كابتن، هنا انه على طاري التدريبات يعني والقوانين، ايش قد تقريبا تحتاج وقت تدريب للفئات العمريه؟ وبنفس الوقت ممكن تعتمدون على برامج التدريب الالكتروني؟ نرجع من النقطه الاخيره، طبعا الشطرنج الرياضه الوحيده ممكن تدريبها وممارستها عن بعد. نعم. يعني صعب نلعب طوبه بالنت، يعني مو العب بس احنا بالشطرنج اقدر العب مع لاعب بامريكا. نعم. وجيم حتى يعني عندنا تطبيقات شطرنج، وفي وقتها صارت في ازمه كورونا. طيب. صارت بطولات رسميه حتى عربيه ودوليه عن طريق اللعب عن بعد الالكتروني والتدريب الالكتروني. انا حاليا كمدرب حاليا هسه اكثر تلاميذي ما ادرب وجه لوجه. نعم. اما قليل الاونلاين يكون مباشر، واكثر انه عندي درس يعني معده كفيديو ارسل هي على التطبيقات ويشوفه، فاكيد مفيد هذا الجانب. نعم. التدريب الالكتروني. اعتقد الملاحظه ذكرتها بالبدايه يمكن شوي نسيتها انا، اذا اكو شيء. نعم. ما ذكرناه. لا هو سالتك انه ممكن تعتمدون على برامج الالكتروني اكيد، وبنفس الوقت انه ايش قد تحتاج وقت تدريب. كل انسان حتى الانسان الذكي ماكو واحد مطابق للاخر. طيب. فممكن بس هي تعلم الشطرنج سهل واتقانه صعب. فيعني احنا بالطبيعه اي واحد يجي يتعلم شطرنج نعطيه نقول له اول سنه تعتبرها سنه تدريب، في بعض الاحيان سنتين. بس الانسان الموهوب اللي هذا يعني قله اكو، خلينا نقول فد مره مطي الله موهبه كلش قويه، ممكن باشهر بسيطه يبدي ينافس، ما نقول يصير بطل بس. نعم. ينافس اللاعبين الاقوياء. فهي تعتمد على امكانيه اللاعب وعلى المدرب. طيب أنا حابة أسألك ولو أقاطعك. لا. إذا أنا اليوم حبيت ممكن أتعلم لعبة الشطرنج، شنو أول شغلة أنت ممكن راح تعلمني إياها؟ خلينا نقول هو بعد التعليم تحرك القطع اكو يسموها مبادئ العامه اللي هي الاساسيه، يسموها الانتشار السريع. يعني احنا مو عندنا قطع. صحيح. 8 قطع، هاي القطع انا ما احرك قطعه وقطعتين وابقى استخدمها. اكو لاعب هو متوفي نمزو ومؤلف لهذه الكتب يقول اعطي ديمقراطيه لقطعك، لا تصير دكتاتور تكمش قطعه واحده وتبقى تحركها. نعم. فشنو هاي الفكره؟ انه انا ابقى انتشر بقطع، طبعا امان الملك، لان الملك اذا مات ينتهي الجيم عكس باقي القطع، فامان الملك مهم. اكو شيء اسمه بالشطرنج السنتر، المركز. أيوة. مثل كره القدم، الفريق اللي يسيطر على الوسط بكره القدم دائما يقدر يدافع ويهاجم. بالشطرنج عندنا هم المربعات المركزيه، اذا اسيطر عليها راح اكون انا متمكن بالدفاع وبالهجوم. نعم. فهاي النقاط الرئيسيه. يعني خلينا نقول ظاهر غاده تريد تدخل هذا المجال حتى اسوي كش ملك. ماكو مشكله، مستعدين نقدم لكم دورات مجانيه لاي احد بالاستوديو. جدا مهمه يعني، ومهمه ايضا للفئات العمريه. الكابتن صلاح